أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تأمل إلى قوم لوط هؤلاء وقد جعلوا الطهارة نجاسة. ألا قبح الله قوما جعلوا أفضل الحسنات كأقبح السيئات، جعلوا المعصية كالطاعة والطاعة كالمعصية، جعلوا المعروف منكرا والمنكر معروفا. وهكذا هم في كل زمان ومكان. وتأملوا في مواقع التواصل إلى هؤلاء الذين ينشرون الكثير من التفاهات التي تغوي فتيان وفتيات شباب المسلمين بل الناس عموما. وانظر إلى من يعجب بها، وإلى من يتابعها، وإلى من يتصور مع أصحابها ويضعهم نجوما يقتدى بهم على أرض الواقع. لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن والله السبب، نحن من صفقنا لأولئك ورفعناهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمتى نعقل؟ متى نفكر يا أحباب الكرام؟ والله أننا مسؤولون عن كل لايك نضعه في غير محله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.